الجو حر قوي، مش كنتوا تقولوا كنت جيت بالمايو؟ شيرين عبد الوهاب في ورطة جديدة. منذ عودتها للساحة الفنية قبل أشهر، لم تتوقف المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن تصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل وبعض التصرفات على مسارح الغناء التي غالباً ما أثارت جدلاً على صفحات السوشيال ميديا. بعد حفلتها في السعودية، أثارت شيرين عبد الوهاب العديد من موجات الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الجمل التي أطلقتها خلال حديثها مع الجمهور، وذلك رغم نجاح الحفلة في مدينة جدة السعودية، حيث قدمت شيرين مجموعة من أشهر أغانيها وعلى رأسها مشاعر، حبة جنة، سيبني، يا ليالي، طمن قلبي، كتير بنعشق، الكذابين. وقد تعرضت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لهجوم شديد من قبل رواد السوشيال ميديا وبعض الإعلاميين خلال الساعات القليلة الماضية بعد التصريحات التي أدلت بها خلال حفلتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها قامت بتقديم عدد من الأغاني التي يفضلها الجمهور السعودي، إلا أن تصريحاتها المثيرة كان لها جزء كبير من هذا الحفل، حيث أنه قالت: الجو حر قوي، مش كنتوا تقولوا كنت جيت بالمايو؟ من جهته، شن الإعلامي تامر أمين هجوماً قوياً على المطربة شيرين عبد الوهاب بسبب تعليق ساخر قالته على المسرح في إحدى الحفلات في المملكة العربية السعودية. وقال تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار إن شيرين عبد الوهاب تمتلك موهبة عظيمة وصوتاً رائعاً، إلا أنها تصر على إفساد هذه الموهبة بتعليقاتها الغريبة. وأضاف أن ما قالته شيرين لا يتناسب إطلاقاً مع المكان الذي يقام فيه الحفل، فهي لم تكن في العاصمة الإنجليزية، رغم أن هذا التعليق لم يكن يجب أن يقال على الإطلاق، لكن كونه في مدينة جدة في السعودية فهو ليس مكانه المناسب. وشدد على أنه لا يهاجم شيرين لسبب شخصي، وأنها على المستوى الفني واجهة مشرفة لمصر في مختلف المحافل. وأكمل قائلاً: الحلو ما بيكملش، رغم أنه كمل عن ناس تانية. ووجه تامر أمين رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب قائلاً: أرجوكي حافظي على نفسك من نفسك، انت حاجة حلوة ما تضيعيهاش بإيديك. وقد تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب ترند مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد تداول جمهورها مقطع فيديو وصور لها من احتفالها بعيد ميلاد الفنان حسام حبيب، وأظهرت الصور والفيديو مدى الحب والفرحة بين الثنائي، وفوراً نالت على تعليقات كبيرة من الجمهور، فقد تمنوا لها أن تنعم بحياة هادئة ومريحة البال. وفي سياق آخر، أعلنت شيرين عبد الوهاب مؤخراً أنها تستعد لطرح 4 أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد مع شركة روتانا، وذلك خلال تصريحاتها التلفزيونية: ألبومي مع شركة روتانا في 4 أغاني منه نازلين، ويلمها ببنود التعاقد بينهما على مدار السنوات الماضية. ويتردد أن شيرين تنوي رفع دعوى قضائية عن المسؤول عن إدارة حساباتها بالسوشيال ميديا، والتي يتضح من خلاله نيته في استغلال شهرة وأموال شيرين. ونشبت عدة مشاكل كانت ظاهرة للإعلام حتى انتهى الزواج في ديسمبر 2022. لم تتوقف القصة على طلاق شيرين وأزمتها النفسية الحادة بسبب الضغط الذي عاشته، فقد ظهرت الفنانة حليقة الرأس في أول حفلاته في أبو ظبي، وبرغم وقوع الطلاق إلا أن الكثير من التهم والقضايا بقيت عالقة، لتصدم شيرين جمهورها وعائلتها بالعودة مجددا لحسام حبيب، وتنازلت عن القضايا التي رفعتها. لم تتوقف الأحداث الغامضة والمتسارعة في محطات شيرين ليتم الإعلان من قبل شقيق شيرين محمد عبد الوهاب أن شيرين في المستشفى وهي بحاجة عاجلة لإجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي. وانتشر الخبر على نطاق واسع، ولم تظهر شيرين أو محاميها للحديث مع الجمهور بذلك الوقت. بعد انتشار خبر مكوث شيرين بالمشفى بحجة عملية جراحية، في هذه الأثناء تقدم حسام حبيب إلى رفع بلاغ في النيابة المصرية ضد محمد عبد الوهاب، حيث ادعى أنه اعتدى على شقيقته بالضرب المبرح وأجبرها على الذهاب للمستشفى، فيما صرح شقيق شيرين عبر مداخلة هاتفية أنه لم يعتد على شقيقته وهي غير واعية وغير مدركة لما تقوم به، وتم نقلها للمستشفى بحضور طاقم مختص.